نرحب بالأستاذ خضر دوملي، مسؤول مركز دراسات السلام في جامعة دهوك. صباح الخير أستاذ خضر. صباح الخير وشكرا جزيلا على هاي الاستضافة. السنة الجديدة سعيدة عليكم وعيد ميلاد مجيد لكل العراقيين، وشكرا على اهتمامكم بهذا الموضوع. شكرا جزيلا أستاذ خضر، أكيد وكل عام وحضرتك بألف خير. بداية أستاذ خضر خلينا ناخذ في التعريف مهم، تعريف من ناحية حضرتك بالاتجار بالنساء والفتيات، أكيد ومن منظور حقوق الإنسان. شكرا جزيلا لهذه الفرصة، وتحية لك وللعزيز جاك في هذه الصباحية الجميلة. حقيقة هناك تشويش لموضوع الاتجار بالبشر بشكل عام في العراق، ولأنهم فقط يربطون قضية الاتجار بالبشر بالنساء والفتيات. في المنظور العام الحقوقي وفق المواثيق الدولية ووفق وثائق الأمم المتحدة، الاتجار بالبشر لا يتوقف فقط على الاتجار بالنساء والفتيات، وإنما يشمل الفئات عديدة، منها العمالة الأجنبية، الاتجار بالأعضاء البشرية، التسول المنظم، استغلال التسول، استغلال العمالة، استغلال الأطفال، السخرة، الاسترقاق والعبودية، وعمليات الخطف من أجل الكسب المادي، وأيضا عمليات النقل من المواطنين بهدف التهجير أو الهجرة، ترويج للهجرة من منطقة إلى أخرى وحجزهم بقابل أموال. كل هذه الفئات هي التي تضمن تحت يافطة الاتجار بالبشر. لكن بشكل عام أن الاتجار بالنساء والفتيات يأخذ المدى الأكبر بسبب ارتباطه بثلاثة معايير. المعيار الأول أنه انتهاك كرامة الإنسان، المعيار الثاني أنه يتم استغلالهم جنسيا، الاستغلال الثالث هو الدعارة التي وضعت وصمة على قانون الاتجار بالبشر، ولذلك لا يوجد عليه الكثير من الأضواء. نعم أستاذ خضر، ما أبرز أشكال الاتجار التي تتعرض لها النساء والفتيات خصوصا في مجتمعاتنا؟ حقيقة في مجتمعاتنا إذا نركز على النساء والأطفال تركز في ثلاث جوانب رئيسية. الجانب الأول الاستغلال الجنسي الذي يتم الترويج للنساء للعمل في أماكن مخصصة بغية استغلالهم ماديا وتوظيفهم من أجل الاستغلال المادي. وأيضا الفتيات الآن استغلال الذي يتم باستغلال الفتيات الصغار بخلال غسل العقول بأشكال مختلفة لكي يتم توظيفهم أما للجسد أو للمتعة أو لأغراض أخرى. نلاحظ في الوقت الحاضر كثرة الفتيات والنساء الذين يعدون أعضاء في تنظيمات منظمة في التسول في الشوارع وفي الأزقة. هؤلاء ليسوا حالات فردية بشكل عام، إلا ما ندر. في الواقع العراقي هذه الصفات هي الأكثر انتشاراً والأقل اهتماماً من قبل الجهات ذات العلاقة، سواء المؤسسات المجتمع المدني أو المؤسسات الإعلامية أو المؤسسات الحكومية ذات العلاقة. نعم أستاذ خضر، هل ممكن أنه ليس فقط العوامل الاجتماعية اللي تأثر على أنه نشر هذه التجارة أو هذا النوع من الاتجار، ولكن ممكن أيضا نقول أنه الحروب والنزاعات الموجودة في بعض البلدان اللي هي تسبب في انتشار هذه التجارة؟ بالتأكيد الدوافع موجودة إلى جانب العوامل والأسباب. الذي يهمنا الآن أنه دائما الحروب والنزاعات تسفر بعض الظواهر السلبية. الاتجار بالبشر هي واحدة منها، بسبب أنه الحروب والنزاعات تؤدي إلى ضعف المؤسسات القانونية، ضعف مؤسسات إنفاذ القانون. ولذلك لاحظنا في الحرب الأخيرة التي شنه تنظيم داعش
كيف استخدم الاسترقاق والعبودية بخطف النساء الإيزيديات والمسيحيات والتركمان والشبك الشيعة، وكيف تم استخدامهم، أيضا كيف تم خطف واستعباد الأطفال وعمليات غسل العقول وتجنيدهم، وأيضا العمل للترويج لأيديولوجية السلطة. في كل الحروب والنزاعات يتم جزء بشكل مباشر أو غير مباشر الاتجار بالفتيات وأيضا الفتيان إلى حد بعيد، حيث يتم تجنيد الأطفال أو الأعمال السخرة. إلى جانب الجهة الثانية هي عندما يكون هناك المرحلة الأخرى بالنزوح والهجرة والتشرد، أيضا يتم في هذه الحالة الاتجار بالنساء والفتيات بحسب توافر الظروف. ثم المرحلة الثالثة هي عمليات الخطف التي تتم مقابل الفدية. كل هذه تم الإشارة إليها في القانون الخاص بمكافحة الاتجار بالبشر وأيضا بالمواثيق الدولية ذات العلاقة. نعم أستاذ خضر، سؤال من شقين. أولا، هل وما أكثر الفئات تعرضا لهذه الحالة؟ أولا. ثانيا، هل هنالك إحصائيات بخصوص هذا الموضوع؟ حقيقة مثل ما ذكرت، الأكثر الفئات الآن في العراق عرضة للاتجار بالبشر والاستغلال البشري، إضافة إلى النساء اللي هم يشكلون العامل الأكثر تأثيرا مثل ما ذكرت، لأنه حاط بالكرامة الإنسانية، ثم الفتيات الذين يتم استغلالهم والأطفال بالتسول بالشكل العام. العمالة الأجنبية الآن هي تحت مظلة هذه أو تحت مشرة الاتجار بالبشر، لا يوجد اهتمام كبير به. إيفاد العمالة الأجنبية أو استغلال البعض للعمل بدون بعد ما يتم السيطرة على ممتلكاتهم ومستمسكاتهم، استغلال العمال صغار السن بأمام أجور قليلة، استغلال الفتيات في العمل في بعض الأماكن مقابل أجور قليلة بغرض الاستغلال المادي، ثم تتبعه الاستغلال الجنسي. كل هذه الفئات هي موجودة في كل المجتمعات، وفي المجتمع العراقي هناك عدة تقارير نشرت في الفترة الأخيرة، لكن للأسف الشديد جاك أنه عمليات الإحصاء دائما نعاني منها كمراقبين لانتهاكات حقوق الإنسان بسبب قلة أو ضعف المؤسسات التي أو ربما تكتم على هذه الموضوع من على قبل المستوى الوطني. صحيح، أو لربما تكتم. هذا جانب آخر هو اللي طبعا أكيد أنه كثير من الفتيات والنساء يعرفون أنهم يتعرضون للاستغلال، لكنهم لا يبلغون للحفاظ على كرامتهم، للحفاظ على مصدر الرزق، لأنه باعتباره حتى بعض العمال، يعني أنا أتذكر قبل سنة التقيت في بعض العمال الباكستانيين في أحد المرافق السياحية في بغداد، ذكر أنه 6 أشهر هو لم يقبض سوى الرواتب 3 أشهر، ويخاف أن يبلغ لأنه دخل البلاد بصورة غير شرعية ويعمل بصفة غير شرعية. وهناك الكثير من هذه الأمثلة في مختلف مناطق العراقية. هذه المشكلة الكبيرة جاك، يعني شكرا لقناة السريانية لأنه سلطت الضوء على هذا الموضوع مع بداية هذه السنة. يتطلب أنه هناك تنسيق عالي بين المؤسسات الخاصة اللي تابعة لوزارة الداخلية في بغداد أو وزارة الداخلية في حكومة إقليم كردستان، أنه يكون فتح قنوات كبيرة جدا حتى عملية الإبلاغ تكون سلسة ومرنة ومحمية. بكل تأكيد. نعم. طيب أستاذ خضر، خلينا نتحدث شوية عن الآثار الجسدية، الآثار النفسية اللي تخلفها هذه الجرائم اللي ذكرتها حضرتك على الضحايا وخاصة على الفتيات. يعني أنا خلال متابعتي للعمل مع النساء التي تم خطفهم من قبل تنظيم داعش وأيضا الفتيان والفتيات، هذه الآثار تبقى سنين طويلة. وسبق أن التقيت بالكثير من هذه الفئات من مختلف فئات المجتمع العراقي الذين تعرضوا إلى عمليات الاستغلال
يعانون الاكتئاب، القلق، العزلة النفسية، عدم القدرة على التركيز الصحيح، عدم الانتظام في الشأن الحياتي، عدم الاهتمام بالصحة النفسية، عدم الاهتمام بالصحة الجسدية. تلاحظين أنهم دائما شاردي الذهن، يشعرون دائما أنهم هم تلاحقهم الوصمة. ولذلك هذا بحد ذاته يتطلب أنه النظر إلى أولا كيف يتم إعادة الكرامة لهذه الفئات، وكيف يتم علاجهم وتأهيلهم وإدماجهم مجددا، ثم عملية التعويض والإنصاف. نعم. ما دور المؤسسات الحكومية في مكافحة هذه طبعا هذه الحالة والاتجار بالبشر؟ يعني حسب ما تعرف جاك أنه يوجد في العراق مؤسسات فتية بدأت تنشط في ال4 سنوات الأخيرة. ويعني أنا أمامي كان تقرير اللي اطلعت على أحدث تقرير بهذا الخصوص يقيم عمل المؤسسات العراقية من قبل تقرير مراقبة حقوق الإنسان اللي أصدرتها السفارة الأمريكية قبل 4 سنوات، يشيد بالأدوار التي تقوم بها هذه المؤسسة مع التركيز على كيفية التطوير، لأنه الحالات التي ذكرتها بأعداد الذين تم إلقاء القبض عليهم وجلبهم للمحاكم سواء في أربيل أو بغداد يشير إلى أنه هناك حركة، لكن صراحة ليست بوفق المستوى المطلوب، يعني على ل3 اتجاهات. أولا أنه العقوبات لا تزال غير صارمة وغير مشددة. إذا رأينا مثلا العقوبة المالية تبدأ من 5 مليون إلى 10 للفئة الثالثة، و5 إلى 15، ثم 5 إلى 25. أنا أعتقد المبلغ المالي يجب أن يضاعف أكثر والسنوات، وهذا لا يكفي إذا لم يكن هذا الأمر مرافق بحملة توعوية، حملة وطنية شاملة للحد من هذه الظاهرة، لأنها تسيء إلى الإنسان وإلى كرامة الإنسان، وأيضا تسبب خلل مجتمعي كبير، لأن فئات كثيرة هي الضحايا مثل ما ذكرت أنه لا توجد إحصاءات. فلو توفرت الإحصاءات. الجانب الثاني دور المؤسسات الحكومية كيف نقيمها؟ مثلا في كل محافظة المحافظ هو المسؤول المشرف الأول على اللجنة العليا لمكافحة الاتجار بالبشر. خليني أتساءل على شاشة العراقية السريانية الآن، كم مرة شاهدنا شهريا أنه محافظ اجتمع مع هذه اللجنة أو أعلنوا إحصائية أو عقدوا ندوة أو أشاروا إلى؟ كل المسح اللي أنا تابعته خلال أعتقد السنة الماضية في كل العراق ما خطر على بالي 5 إلى 7 فعاليات عقدت بين بغداد، أربيل، البصرة من قبل هذه اللجان، وهذه أيضا ما كانت تعقد لولا دعم المنظمات الدولية. الآن المنظمات الدولية بدأت تغيب عن الساحة، ما الذي ستقوم به؟ يجب أن يكون هناك دور فاعل لهذه المؤسسات في 3 اتجاهات. الاتجاه الأول أنه يتم إعلان خطة وطنية ملزمة تتوفر لديها الكوادر والموارد. الشغلة الثانية التنسيق مع المؤسسات الدولية، لأنه جانب كبير من عملية الاتجار بالبشر مرتبط بالخارج، بالمؤسسات اللي تجلب العمالة أو التي تحاول الترويج للناس للهجرة إلى الخارج ويتم استغلالهم مقابل أموال طائلة. الجانب الثالث هي المجتمع المدني ووسائل الإعلام. يجب أن يتم دعم هذه المؤسسات ل3 عملية المراقبة والتوثيق والتوعية. أستاذ خضر، هل هنالك مواثيق دولية، قوانين دولية مشارك بها العراق أو موقع عليها العراق كمواثيق تحد من هذه الحالات لمكافحة هذه الحالات؟ نعم، العراق طرف كبير في هذا الأمر، ولكن عملية توظيف الاتفاقيات البشرية، مثلا مبادرة الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار بالبشر التي صدرت قبل سنوات قليلة، توضح كآليات عمل واضحة جدا في مثل ما ذكرت. أولا قضية المراقبة والرصد والتوثيق والإبلاغ من قبل المجتمع المدني أو الفئات المتضررة، ثم
ثم عملية تطوير آليات المتابعة وآليات المحاكمة وآليات إعلان الأحكام. يعني على سبيل المثال، لو الأحكام التي صدرتها المؤسسات العدلية القضائية العراقية الخاصة بالاتجار بالبشر يتم تسليط الضوء عليها، يتم إبرازها في سبوتات إعلامية على وسائل التواصل الاجتماعي، كيف يتم الحد من هذه الظاهرة؟ يجب أن في كل شارع، في كل مؤسسة سياحية، في كل مؤسسة خدمية، الناس تعرف تشوف أمام عينها يوميا حتى تعرف. شاف يعني مثلا ما ذكرت قبل سنوات انه كيف تبليغ على قضيه الابتزاز الالكتروني بعد سنه يرتفع الوعي. يجب في هذا الخصوص ايضا يتم التركيز على هذا الامر. إذا أستاذ خضر، في هذه الحالة يعني يكون هناك خوف من قبل الضحايا في الإبلاغ عن هذه الجرائم. يعني كيف يمكن تشجيع هؤلاء الضحايا في أن يقومون بالإبلاغ عن هذه الجرائم، ربما من الخوف من الوصمة الاجتماعية، هذه الأمور كلها كيف نسهم في تشجيعهم من خلال برامج التوعية؟ يعني حقيقة هناك ضعف في الوعي الفرد العراقي في عملية الإبلاغ. أول شيء يجب أن يتم رفع الوعي في أهمية الإبلاغ، الإبلاغ الآمن، ثم حماية الذي يبلغ، لأن هذا الجزء الرئيسي. أنه لما تشعر الفتاة أنه يتم استغلالها فتبلغ وهذا الإبلاغ آمن ويتم حمايتها من التهديد أو الاستغلال مرة أخرى، أو لا يتم حمايتها، فلذلك تتراجع. لذلك حتى المواثيق الأممية تركز كثيرا على قضية الإبلاغ الآمن والحماية والإجراءات الفعالة. يعني أنا متأكد أن المؤسسات العراقية المعنية لديها رؤية واضحة لهذا الموضوع، لكن كما ذكرت هذا موضوع مهم. على سبيل المثال لم يأخذ هذا الموضوع اهتمامه الكافي في تقارير انتهاكات حقوق الإنسان التي أصدرتها في السنوات الماضية المفوضية العليا لحقوق الإنسان، أو لم يكن بالمستوى المطلوب. ثانيا، لم يأخذ هذا الموضوع مكانته الحقيقية والكافية في موضوع التقارير الدورية UPR التي ترفع إلى المجلس حقوق الإنسان. لم يأخذ هذا الموضوع الاهتمام الكافي إعلاميا. يعني لذلك الجانب الآخر والمهم هو المجتمع المدني. أنا أعتقد في كل العراق يمكن حسب معلوماتي لا توجد أكثر من 10 إلى 15 منظمة معنية مكافحة الاتجار بالبشر، وخاصة الاتجار بالأعضاء البشرية، الاتجار بالأعمال الأجنبية، الاتجار بالأطفال. كل هذه الفئات يجب أن يعرف المواطن أن الاتجار بالبشر ليس مرتبط فقط بقضية استغلال النساء والدعارة. حتى هذه الوصمة ترفع بحاجة إلى حملة وطنية، أنه استغلال الأطفال في التسول، استغلال النساء في التسول، استغلال النساء في العمل، استغلال الأطفال في العمل، استغلال الأجور أو الأعمال الأجنبية. تعرف أنه هناك آلاف من الفتيات والنساء يعملون في البيوت في العراق. نعم. هؤلاء فئة مهمة، يجب أن نعرف هل يتم استغلال هؤلاء أو لا. نعم. ما آليات الدعم وإعادة تأهيل المتوفرة عندنا في العراق؟ يعني احنا كان عندنا أمثلة حية ربما عن الناجيات اليزيديات. هل كان هناك دعم نفسي ودعم معنوي، آليات للدعم النفسي أستاذ خضر؟ يعني إذا نبدأ من النساء والفتيات الإيزيديات اللاتي كانوا يعني أهم فئة لضحايا الإبادة الجماعية التي تعرض لها الإيزيدية على يد تنظيم داعش في أغسطس آب 2014، وإلى الآن المصير أكثر من 2600 إلى 2700 مجهول. يعني معناته أنه المتاجرة بهؤلاء تمت علانية وفق وثائق رسمية أعلنتها المؤسسات الدولية والحكومة العراقية ومؤسسات المجتمع المدني. بعد العودة هؤلاء لا يزالوا يعانون عدم التأهيل الكافي أو التعافي الصحيح حتى يتم إعادة إدماجهم بالمجتمع بالصورة الصحيحة.
أنا ألتقي بالكثير من الفتيات والفتيان إلى الآن لا يعني صعب جدا أن يتعرضوا إلى أبشع صنوف الانتهاكات، فما بالك إذا يتم فتيات استغلالهم تشوفها في الطرقات للتسول والاستجداء وعمليات. يعني هؤلاء أنا لا أعتقد الأغلبية أنها هي جهات منظمة تقوم بنقلهم وتشاهدهم في هؤلاء. لو توفرت آليات الدعم الصحيحة، مراكز الإيواء، مراكز الحماية، مراكز التأهيل، مراكز العلاج والإدماج، يجب أن يكون في كل محافظة عراقية، لا بل على الأساس في كل قضاء عراقي على الأقل يتوفر مركز من هذا النوع، لأن هناك الكثير من الفتيات والنساء ضحايا الاستغلال، ضحايا الاتجار، ضحايا العنف، لأن كلها مرتبطة واحدة بالأخرى. لو توفرت هذه المراكز استطعنا تقييمها. ما موجود الآن مرتبط بمؤسسات الغير حكومية، المنظمات الدولية والمحلية التي تنفذ برامج على الأغلب 6 أشهر إلى سنة، يعني تحاول أنه فقط توفر الدعم الرئيسي والآني للضحية أو الضحايا بأنهم هناك من يهتم بهم. أيضا نسينا فئة أخرى لأنه صعب جدا أنه الحديث عنها، أنه ما يحصل في السجون أيضا يمكن ربطها في هذا الموضوع، لأنه لا أحد التقارير المراقبة والرصد في هذا المجال في العراق لا ترتقي إلى مستوى المطلوب أو المستوى الذي الواقع يؤشر بوجود هذا النوع من الانتهاكات. طيب، شكرا أستاذ خضر دوملي، مسؤول مركز دراسات السلام في جامعة دهوك، شكرا جزيلا لحضرتك. شكرا جزيلا.